عنوة، دخلوا الفرنسويين عنوة إلى الجزائر في 1830، 82 عام قبل المغرب. إذا كانوا على حدودنا وما قدوش يدخلوا الحدود ديالنا إلا في بعض يعني المناطق، وهي هذيك المناطق راه بعضها ما يزالون موضوع خلاف بيننا وبين الجزائريين، لأن ديالنا هذيك توات وتندوف وحسي بيضاء وحسي حسي وكون الى اخره. هذيك المغربيه الناس ديالها مغاربه كي 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 كيصرفوا اقدار الله. ملي كان السي الشرقاوي رحمه الله سفير ديالنا في فرنسا، كانوا كيجيو لعنده تيقولوا له الأخ المتحدث لمن لا يعرفه، ربما كاين الناس ما يعرفوش كثير، أنه الناس ما يعرفوش في الجزائر خاصة، ربما في المغرب يعرفوه، هو بن كيران، عبد الله بن كيران، نظن عبد الله إذا مانيش غلط في الاسم، لكن نعرفوه بن كيران. وهو يرأس حزب إسلامي رأسه فترة معينة، ثم تمت الإطاحة به، ثم عاد منذ 2021، وكان ترأس الحكومة المغربية، كان رئيس وزراء. بعد أحداث الربيع العربي رأى الملك يومها أنه باش ما تجيش في المغرب ربما موجة أيضا نتاع يسقط النظام، فسارع وقال في هذاك الوقت الإخوان هما اللي راهم ينتصروا، وهؤلاء أخونا بن كيران ومن معه راسي مصدع، ولذلك راح نكون أهدأ مما يجب يعني باش نستطيع نكمل 10 دقائق هذه، لكن ممكن مازال نعاود نرجع للموضوع هذا. حبيت فقط وخاصة في البدايات الجيدة، أنا دائما عندي طبيعة أني نتكلم مع الناس فقل له قولا لينا، دائما نتكلم مع الناس في البداية بألين وأظرف وأنظف كلام ممكن أن يقال، وبالتالي راح نتكلم مع أخونا بن كيران بهذا الأسلوب. إذا قلت كان جاء ووضع على رأس الحكومة المغربية ولسنوات، ثم طاحوا به وجابوا نائب نتاعو دائما نفس الحزب، وكمل الحكم إلى غاية 2021، أي أنه تقريبا 10 سنين. والحزب هذا تاع أخونا بن كيران وزميله عثمان، ذاك نتذكر اسمه العثماني، هو اللي خلفه في تلك الفترة. وش يخلي بن كيران يجيب موضوع ويتحدث على موضوع مثل هذا الآن، وهو يعرف أن هناك مشاحنات كبيرة جدا ما بين النظامين وخصومات تتصاعد، وأن هناك جهات خاصة الإمارات، إسرائيل، في فترة معينة إيران أيضا ممكن ما زالت تريد أن تكبر الخصومة ما بين النظامين وما بين البلدين، وأن هناك داخل البلدين خاصة من جانب العصابة في الجزائر من يريد أن يضخم الخصومة والصراع، وأن يقول للجزائريين الخطر المخزني والمغربي كل البروباغندا الرخيصة. فيجي واحد من بن كيران اللي عنده إشكالات داخل الحزب فيه انقسامات شديدة، وعنده الآن مثلا الحزب نتاعو راهو الراتبة السابعة، يعني في 2011 كانوا هما رقم 1، الآن راهم رقم 7 ورقم 8 في البرلمان، يعني أخذوا مقاعد تقريبا كارثة، يعني نظن كان عندهم أكثر من 100 مقعد، الآن راهم ممكن 15 أو 20 مقعد. وخاصة شخص مثله متدين لا شك في ذلك، يفهم الدين، يفهم الإسلام، يفهم الأخوة، يفهم ذات البين، يفهم إصلاح ذات البين. ما الذي يدفع أن يقول هذا الكلام؟ وإحنا نعرف أن هناك أشخاص في المغرب لهم عداء مع الجزائر، سواء خلينا من النظام، العصابة في الجزائر إحنا رانا أعداءها ما فيش نقاش يعني، لكن ما تجرؤوش يقولوا هذا الكلام. بل أن الملك المغربي عمره لا أشار إلى هذا الموضوع، بالعكس هو يقول نمد يدنا للنظام الجزائري أو للإخوة في الجزائر إلى آخره باش يحلوا مشاكل اللي موجودة، خاصة مشكل الصحراء الغربية يعني. وباللي هذا غلق الحدود هذا وغلق الأجواء مش في مصلحة البلدين، مش في مصلحة الشعبين. اللي نعرفها أنا رسميا فقط قبل سنة أو سنة ونص خرجت مسؤولة تسمى مسؤولة الأرشيف وتكلمت على هذا الموضوع اللي مرات يشار له بالصحراء الشرقية. وهو هنا أذكر مدن معينة، توات، بشار وتندوف. دعنا أولا السؤال، لماذا بن كيران؟ وبن كيران ماهوش يرضع في يده في صبعه، يعني إنسان المفروض راهو مر بالمؤامرات والكوارث والخداع والمكر، ويعرف المكر
مكر السياسة ومكر الصراعات، وحتى داخل الحزب راه عنده خصومات وصراعات. أما داخل الغرماء المغاربة راه عنده مشاكل كثيرة. يعني ما الذي يجعله في هذه اللحظة اللي متسمة بالتوترات الهائلة؟ أولا توترات في العلاقات بين البلدين، ثانيا في توترات إقليمية، ثالثا في انقلابات وتوترات وحروب في الشرق الأوسط خاصة غزة، سقوط بشار، توترات عالمية، حرب في أوروبا، حرب كارثية، الصين وما تريده، ترامب ومجيئه. ما الذي يجعل شخص مثله اللي المفروض يبحث في هذه اللحظات على التهدئة وعلى لم شمل المنطقة ومحاولة محاولة التقليل من الخصومات والصراعات، يجعله أن يصب الزيت على النار؟ إذا أضفنا له البعد الإسلامي وتكوينه الإسلامي اللي هو يعرف، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث شريف: ألا أخبركم بمن هو خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. لأن إصلاح ذات البين يصل في مراحل يفوق فيها صلاة النافلة وصيام النافلة والصدقة، يتجاوز ذلك. إصلاح ذات البين، ذات البين. وهنا إصلاح ذات البين بين من ومن؟ بين المسلمين. لماذا؟ لأن إنما المؤمنون إخوة. طبعا بن كيران يقدر يمد دروس في هذه الأشياء، مش أنا اللي نعلمه هذا الكلام، أنا نذكر فيه فقط لعل الذكرى تنفع المؤمنين. ما الذي يجعل بن كيران إذن بدل من أن يواجه الصدامات والصراعات داخل المغرب، راه كاين مشكلة كبيرة اللي هو مشكل قانون الأسرة، هناك مشكل كبير جدا، صراع كبير وانقسام مجتمعي كبير، كاين انقسامات عنده داخل الحزب، إضافة إلى المشاكل اللي يعاني منها المغرب كما تعاني منها الجزائر وتعاني منها بلدان أخرى، اللي هو الفقر، عدم توزيع الثروة كما يجب، تعطيل. خرجت أرقام مرعبة الفترة الأخيرة على العدد الهائل من المغاربة اللي ما يشتغلوش، ارتفاع الأسعار. ما الذي يجعله إذن بدل من أن يحط الرحمة بين البلدين وبين يزيد يصب النار؟ ما الذي يجعله وهو يعرف أن الإمارات التي تطالب برأسه، إمارات تطالب برأس بن كيران وببعض الرؤوس الفاضلة في المغرب تطالب بها الإمارات، لأن الإمارات تريد أن تضع يدها وهي مستندة ومعتمدة بقوة الصهاينة، تريد أن تضع يدها على المغرب، إضافة إلى الاختراق الصهيوني الذي يتعمق داخل المغرب. الحمد لله في شعب مغربي يواجهه بقوة، لكن يحتاج أيضا إلى النخبة، وفي النخبة المغربية هناك من يواجه التصهين والسيطرة الإمارات، ولكن واحد مثل بن كيران كان المفروض يكون من هذه النخبة اللي تواجه. لا، هو هنا يساعد الإمارات. الإمارات تريد حرب بين الجزائر والمغرب. الإمارات اللي هو كون تحكموا تطحنوا كما طحنت الإخوان في مصر والإخوان في تونس، والحقيقة حتى داخل المغرب يعني عندها ما دارت لهم، وهو يعرف خير مني، راهو يعرف بالتفاصيل واش دارت فيهم الإمارات. بدل من أن يبحث على التعاون الشعبين المغربي والجزائري، ومعهم إن شاء الله التونسي والليبي والموريتاني لمواجهة قوى الإجرام الخارجي من وراء البحر أو من الإمبراطوريات أو من المتصهينين العرب أو من الصهاينة الحقيقيين، خاصة أنه هو وحزبه متهمين بالتطبيع. صحيح ما كانش هو، كان زميله، لكن التطبيع تم وتوقع بأيديهم، بأيدي الحزب نتاعو. قانون الكيف وبيع المخدرات في مصر تم في المغرب تم بالحزب نتاعو. التغيير في اللغة الفرنسية وإعطائها أهمية أكثر وإلى آخره تم في الحكومة نتاع حزبه. بدل من أن يواجه ما لديه من إشكالات ويتعاون مع الأحرار داخل المغرب وربما حتى داخل الجزائر على إبعاد شبح الصراع ما بين الشعبين والبلدين والدولتين والنظامين، حتى إذا هبلوا النظامين لازم احنا كشعوب ما نهبلوش. لا، هو يدخل يسب الزيت على النار ويقول لك رانا أو عارف وبشر. طيب ما الذي ستحصل عليه أن تقول هذا الكلام؟ ما الذي ستحصل عليه؟ تريد حرب
هل تريد حرب؟ أم تظن بأن لما تقول هذا الكلام ماذا ينبني عنه؟ هل غدوة الجزائريين يقول لك هاي بشار وتندو في الدو هاي؟ هل تعتقد أن هذا يصلح؟ وهل يصلح هذا في قانون الدول؟ ألا تعلم أن الحسن الثاني اللي خاض حرب 63 على مشكلة الحدود في 68 69 وقع على الحدود وقبل الحدود كما هي. ألا تعلم أن في 89 و 90 الحسن الثاني جا الجزائر والشادي راح المغرب ومشات الأمور، وقضية الحدود الجزائرية المغربية فصلت، وكان هذا تمهيد لكي تحل قضية الصحراء الغربية اللي احنا نتمناه تتحل. كنا نتمناه كانت تحلت قبل 50 عام، لكن نتمناه تتحل في 50 يوم إن شاء الله بعد ما يوصل الشعب الجزائري لإدارة بلاده. ألا يعلم بن كيران، أو ربما يعلم، أنه هنا يقدم خدمات هائلة للمافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية في الجزائر؟ ألا يعلم أن هذا الموضوع بالذات تشتغل عليه أجهزة داخل الجزائر وذباب كبير، مرات يظهر كذباب مغربي، مرات كذباب جزائري، من أجل الحديث عن الصحراء الشرقية وكذا، لأن هذا يخلي الشعب الجزائري يقول لهم المخابرات في القهاوي في التلفزيونات وفي شتو المغرب حاب يدي لكم أرضكم، وعلاش احنا ما نقبلوا لهمش الصحراء الغربية؟ لأنه حابين بعد يدوا الصحراء الشرقية كما يسموها البعض. هل يعلم هذا أو لا يعلم؟ إن كان يعلم فتلك مصيبة، وإن لم يكن يعلم فالمصيبة أعظم، خاصة في شخص مثله جاوز 70 عام، منها 50 سنة في السياسة أو ما يقارب، ومنها رئيس وزراء. بن كيران راك فاطن، ولا كاش ما كان شيء، ولا كاش ما شربت، ولا كاش ما كليت، ولا كاش جهات دفعاتك، ولا تريد أن تتقرب لجهات متصهينة، ولا هناك علاقات سرية مع الإمارات لعل تصلح مع الأوضاع فتولي أنت تتقدم هذا الخطوة؟